بقول لك يا حكومه، طلعي مرتضى منصور واحبسينا احنا زهقنا والله، احنا زهقنا من اللي بيحصل في الكوره ده. طلعيه واحبسينا احنا، سيبيه هو كده رئيس نادي يتخانق مع نفسه واحنا نتحبس نقعد في السجن عادي، ارحم من اللي بنشوفه ده. هو ليه قبل كل ماتش للاهلي اطلع احكي اللي هيحصل بالنص واقول على اهم مناطق القوه في الفرقه اللي قدام الاهلي، وننزل الماتش الاقي مناطق القوه دي شغاله وبتعمل دورها وبتنفذ والاهلي بيخسر بسببها؟ ده مش انا بس، امبارح الكوكب كله عارف ان اخطر لعيب في سان داونز هو كاسيوس ميلولا، الا لعيبه الاهلي. كوكب كله يعرف، افريقيا واسيا واوروبا والامريكتين ما عدا لعيبه الاهلي. راح النهارده مؤمن نازل عامل اسيستين، اول كوره بيجري والكابتن منعم ومحمد هاني بيتدنجلوا جنبيه لحد ما يوصل ويلعب العرضيه ويجي منها الجول. تاني جول طاهر ومروان عطيه بيتخانقوا مين اللي يديله الكره يشوطها، راح شايطها جت في العارضه ردت، مش الدفاع يطلع، لا مهاجم صن داونز خدها ولبسها في الجول واتعادلوا ونخسر نقطتين. ونقعد احنا بقى نتخانق الماتشات اللي جايه، ماتش القطن في الكاميرون وماتش صن داونز في صن داونز، نشوف هنعمل ايه وعايزين نكسب وعايزين نتعادل ويا رب يستر. طب وبعدين بالنسبه لمحمد هاني خلاص موسم كاس العالم خلص، نرجع بقى للناشئ محمد هاني. في موسم كاس العالم هو الكابتن محمد هاني، بعد كاس العالم هو الناشئ محمد هاني. انا هفضل كده لحد امتى؟ محمد هاني من امتى بيشوط ضربات جزاء؟ هو انتوا بتعلونا نازلين الملعب تقرفونا؟ من امتى محمد هاني بيشوط ضربات جزاء؟ عندك بيرسي تاو، عندك علي معلول، ومع ذلك محمد هاني اللي داخل يشوط ضربات الجزاء بأمارة ايه؟ النقطة الثالثة بقى والأهم، محمد مجدي قفشه كل ماتش وهو في الملعب الاهلي ما بيعرفش يحرك كوره، اللعب واقف والاداء بطيء والكوره واقفه، يطلع نلعب احلى لعب ومع ذلك تلاقي بعد كده قفشه بيشارك. طب بيشارك ليه؟ ما تعرفش. مسك على حد زله؟ ما تعرفش. النقطه المهمه بقى عشان نخرج من اللي احنا فيه ده للي جاي، نتكلم بقى على اللي جاي. مستر مارسيل كولر، انا عارف يا جماعه ان الراجل ده مدير فني امكانياته عاليه، وعارف انه مدرب تقيل وفاهم، وعارف ان الاهلي بيلعب معاه كوره حلوه. الكلام ده انا متفق معاكم فيه 100%. بس احنا هنكمل لحد اخر الموسم من غير مهاجم، ده خلاص امر واقع، ودي غلطه مجلس اداره مش غلطه الراجل. بس احنا بقى هنعيش على الكلام ده؟ يعني هنفضل خلاص مفيش مهاجم يبقى احنا ما نجيبش جوال وما نكسبش؟ معلش الموسم ده نقفله على كده يا جدعان؟ ما احنا لازم نلاقي حلول، ما هو ده دور مدير فني، لازم يكون في تغيير في اسلوب اللعب. مش هفضل انا لعبي معتمد على مهاجم مركز 9 وانا ما عنديش. طب خلي يا سيدي مجلس الاداره كان اتوفق انه يجيب لك مهاجم مركز 9 في يناير، وجه في مؤتمر تقديمه الراجل اتصاب وجاله رباط صليبي ومش هيلعب معاك لاخر الموسم، هتعمل ايه؟ هتقول لهم لا انا مش لاعب انا مهاجم 9؟ لا، احنا هنعيش في القصه دي لحد امتى؟ انا بقى اكلمكم في حاجه وتيجي بقى تقول لي انت بتطبل، تيجوا انت بتقولوا لي انت ما بتحبش غير موسيماني. لا انا هتكلم عن موسيماني، دي اقرب فتره كويسه شفناها للاهلي وتقريبا بنفس اللعيبه ده، ان ما كانش الفرقه جالها لعيبه تحسينات. موسيماني كان عنده مشكله برضه في موضوع مهاجم مركز 9، فكان بيعمل ايه؟ كان بيلعب بالاهلي 3-4-3 عشان يبقى عنده 3 قريبين من منطقه جزاء الخصم. كان دايما عنده شريف وقفشه وحسين الشحات، شريف وطاهر وحسين الشحات، ايا كان الثلاثه اللي موجودين مين. وكان بيلعب معلول لما كان بيلعب بمحمد هاني اقسم بالله كان مشغله برضه وخد بيه بطوله افريقيا. تقعدوا بقى تقولوا لي انت ما فيش غير موسيماني، انت مش عارف ايه. هو ما فيش غير موسيماني، ده انجح نموذج في الفتره الاخيره ويمكن من انجح النماذج في تاريخ الاهلي. فانا مارسيل كولر الفتره اللي جايه لازم يلاقي حل غير موضوع مهاجم. مش هطلع كل مؤتمر صحفي اقول اصل انا محتاج مهاجم وما عنديش مهاجم. خلاص مفيش انتقالات دلوقتي، مفيش حد هيأيد لك مهاجم. لو جبت كل اللعيبه، لو جبت ايرلينج هالاند مش هتعرف تأيده. هات لي حل الموسم ده دور المدير الفني. طبعا انا مش محتاج اقعد اغني واقول ان الماتشات الجايه ما فيهاش هزار ولازم نكسب الماتشات الجايه واحنا بنضيع واحنا الكلام ده خلاص، يعني الكلام ده كلكم عارفينه وحافظينه. المهم بقى ان اللعيبه تبقى عارفه كده، المهم ان اللعيبه ما تحرقش دمنا اكتر من كده. يا ريت نشوف تحسين في الاداء وتركيز في الملعب الفتره اللي جايه. مفيش تركيز خالص. احنا مش بقى كل موسم نقول اصل تعبانين وضغط الماتشات. يا عم تعبان روح. انا مش كل ماتش تطلعوا لي بحوار، مره اصل الجو حر، ما اصل ضغط الماتشات، ما اصل لا يا عم، هو اللعب في الاهلي كده. هو الاهلي بيلعب 70 ماتش في الموسم،
شوف لك انت حل. ومدير الفني السنه دي عمال يغير في اللعيبه، طب اللعيبه حجتها ايه؟ مشكلتك انت ايه؟ ربنا يستر بقى من الماتشات الجايه. اشوفكم على الماتشات الجايه.